we have to go to war. If that's the only way we can get food and help to the people of Gaza, we have to go to war. I don't want to go to war. I have little boys. I don't want a war ever in my life. But we have to go to war. People in Gaza are being killed. They cannot flee. There is so much food and people ready to help them. 6,000 bombs in 6 days. 7,000 people murdered. Over 3,000 children murdered. That's not defense. It's offense. And it's not war, it's genocide. Look, it's not the holy books I have a problem with. None of them. I personally don't care about that. My religion is nature. My spirituality is an individual practice. It's the colonists. They piss me off. And that is why I think Palestinian liberation is important, because we can effect it now with our words. To everyone who has remained silent until now, and I'm looking at you, white men, we see you, and history will remember you. It's time to wake up, be loud, and cease fire, because this is insane. My dear Palestinian friends, listen to me. The world is changing. You won. You Palestinians, you Gazans, you people who are in a concentration camp, you have made a revolution in the United States of America. America will never be the same. I promise you. I promise you. I see it. شوفوا يا أخوة، من ثالث أو رابع يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة خرجت شعوب الغرب تظاهر، ولا زالوا يظاهروا إلى اليوم، لا زالوا في الشوارع إلى اليوم، وكل يوم يصعدوا أكثر، وكل يوم تخرج حشود أكثر من الشعوب الغربية، شعوب دول الغرب، بينما هي دولهم ذي بتحارب غزة. إحنا العرب والمسلمين خرجنا 3 أو 4 أيام نظاهر. طبعا أنا ما بقول لكم شيء قوموا نخرج نظاهر، لا، أنا عندي استفسار بسيط فقط. ليش الغرب، شعوب دول الغرب مستمرين في التظاهر وإحنا وقفنا؟ خرجنا 2 أو 3 أيام في كل الدول العربية والإسلامية، في إيران، في تركيا، إندونيسيا، ماليزيا، في كل الدول العربية والإسلامية الآسيوية والإفريقية. خرجنا 2 أو 3 أيام نظاهر ورقدنا، خلاص. الجرائم أكثر وأكثر وأكثر وأبشع وإحنا رقدنا، بينما شعوب دول الغرب مستمرين ليل ونهار ولا وقفوا يوم، مع أنهم ليسوا مسلمين وليسوا عرب ولا تربطهم أي صلة بسكان غزة، وفي نفس الوقت حكوماتهم دولهم هي بتحارب غزة. وأيضا حظر عليهم، ممنوع أي مظاهرات متضامنة مع غزة، ومع ذلك خرجوا غصب. في أمريكا في محطات القطارات وقفوا القطارات، بعض القطارات من الحركة، باخرة أمريكية متجهة، يعني بتتجه من أمريكا إلى إسرائيل محملة بذخائر ومدري إيش ومدري إيش ومدري إيش، وقفوها متعلقين في حبالها من أمس إلى اليوم. مواطنين أمريكيين غير مسلمين متعلقين في حبال الباخرة من أمس إلى اليوم، ولا سمحوا لها تمشي، تبحر، تجري، ولا سمحوا لها تتحرك. ليش؟ أنا عندي استفسار، ليش؟
هذولا شوفوا في اعتقادي شعوب الغرب هم مؤمنين. دول الغرب مش كل الأجانب، بالتحديد دول الغرب وأمريكا وأوروبا، شعب أمريكا وشعوب دول أوروبا. بينما الشعوب الآسيوية والإسلامية والإفريقية والآسيوية يومين ثلاثة وانتهى الكلام. ايش الفرق بيننا وبينهم؟ مثل ما قلت لكم هم مؤمنين ان مظاهراتهم هذا يعني بيضغطوا بها على حكوماتهم وحكوماتهم بتوقف. يعني هم مؤمنين ان مظاهراتهم بتوقف اطلاق النار. لهذا السبب مستمرين ليل ونهار في مظاهراتهم. فهل احنا لما خرجنا يومين او 3 ايام وروحنا رقدنا، هل احنا مش مؤمنين بان المظاهرات مش نفاعة نهائيا ولا لها أي دور ولا لها أي تأثير؟ إذا كنا مش مؤمنين ليش خرجنا هذه ال3 أيام؟ وإذا كنا مؤمنين أن المظاهرات تؤثر فليش رقدنا؟ ليش رقدنا؟ مش إحنا يا أخوة، أنا وأنت وأنتي وأنت وأنت، مش إحنا بنتهم حكامنا إنهم جبنة وإنهم خونة وإنهم عملاء وإنهم ليش بنتهمهم؟ لأنهم ما ضغطوا شيء على العالم وعلى إسرائيل علشان وقف إطلاق النار. وعاد إحنا بنقول ليش ما يقوموا يحاربوا؟ ليش؟ نفس الشيء، إحنا راقدين، إحنا مثل حكامنا، صح ولا لا؟ إحنا مثل حكامنا. هو طبعا أجيب لكم الصراحة، في اعتقادي إحنا مش مؤمنين إن مظاهراتنا بتجيب نتيجة أو أي شيء، عارف، ما بش داعي للغطاي. لكن ليش خرجنا هذيك ال3 أيام في كل الدول العربية مش كلها، أغلبها مجاملة، وإحنا مؤمنين إنها ما تأثرش. خرجنا مجاملة هكذا قدام الناس، 3 أيام روحنا. ذكرني هذا الشيء بنقطة دائما يكرروها في دول الغرب، يقولوا إنهم أرقى مننا أو إن إحنا شعوب العالم الثالث أو إن إحنا متخلفين. لما نشوف مثل هذا الذي بيحصل الآن، شعوب الغرب، شعوب أمريكا وأوروبا تظاهر تضامنا مع غزة وينددوا بجرائم إسرائيل وإحنا راقدين. الله، إيش هذا؟ مش تخلف هذا مش تخلف، هذا إيش؟ خيانة. معقول إحنا خونت القضية، خونت اخوتنا، أو إحنا عملاء، كلنا عملاء. مش بس هذا، أيضا إعلاميين كثير من الغرب، ناشطين، فنانين، لاعبين، مسؤولين، شغالين تضامنا مع غزة، مع فلسطين، شغالين بمنشورات، بمقاطع، بأغاني، بكذا. بينما مشاهير الوطن العربي 80 أو 85% منهم اختفوا من مواقع التواصل، من عالم السوشيال ميديا، اختفوا إلى حد الآن. منهم من نشر مقطع على استحياء، ومنهم من 85% من ممثلين، من فنانين، من لاعبين، من مؤثرين، من سياسيين، من صحفيين، من علماء، من مشايخ، اختفوا. ايش القصة؟ والمؤثرين الأجانب الغرب كلهم شغالين تضامنا مع غزة. فأنا بطلت أقول، يعني بطلت أسب حكامنا العرب، خلاص أستحي من نفسي. ليش أتكلم عليهم أو بأي وجه أقول لهم أنتم خونة أو عملاء؟ وأنا لما أشوف مظاهرات الغرب المستمرة ليل ونهار ومشاهيرهم وشغالين ليل ونهار، وأشوف نفسي أنا الأول متخاذل. بدل ما أطلقها على الحكام خونة وعملاء، أطلقها أول على نفسي، أعالج نفسي أول، أراجع نفسي أول، وبعدين أتكلم على الحكام. كلنا نراجع أنفسنا. هذا الكلام دي بنقوله حقيقة، أشياء حاصلة، سموها إيش ما سميتوها. إحنا الشعوب يا إما متخاذلين، يا إما بياعين، يا إما خونة. إيش قصتنا؟ كل الشعوب العربية والإسلامية خرجنا يومين 3 وروحنا رقدنا. مشاهير العرب والمسلمين 85% منهم مختفيين. فشوفوا يا أخوة،
أنا عارف إني بدخل للتعليقات وأقرأ التعليقات، شعوب متخاذلة، شعوب كذا. يا أخي ما بيدور في نفسك وفي عقلك، هو بيدور في أنفسنا وعقولنا كلنا بعضنا مثل بعضنا، كلنا مثل بعضنا البعض. فنشرت هذا الفيديو أو سجلته علشان نتناقش في السبب. إيش السبب الذي خلانا هكذا؟ ليش الشعوب الغرب شغالة تضامن ليش عندهم إنسانية وإحنا مدري إيش قصتنا؟ ليش هم نشطين وإحنا متخاذلين؟ فأتمنى أن تكون كل التعليقات يعني دراسة حول هذا الموضوع، نشوف هل الخلل فينا أو في من الخلل أو إيش القصة. هل إحنا عايشين في هذا الجيل في هذا العصر؟ هل إحنا مدوخين؟ هل إحنا صاحيين؟ هل إحنا السلام عليكم.